مجال الزراعة في أوروبا أصبح مسرحًا لصراع شرس بين المنتجين المحليين والمستوردين الأجانب، مع مخاطر اقتصادية كبيرة وتوترات متزايدة. في هذا السياق، اتهم المزارعون الإسبان مؤخرًا المنتجين المغاربة للفراولة بنقل فيروس التهاب الكبد الوبائي نوع ألف، مما أثار الجدل حول جودة وسلامة المنتجات المستوردة. وفي الوقت نفسه، تمكن المغرب من الإطاحة بإسبانيا باعتباره المورد الثاني للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي، وهو ما يشير إلى المنافسة الشديدة في السوق الزراعية. تستمر المنافسة في السوق الزراعية الأوروبية في تصاعد، حيث يتنافس المنتجون المحليون والمستوردون الأجانب على قطعة من الكعكة. وقد أدت هذه المنافسة المتزايدة إلى توترات واحتجاجات وأعمال عنف من قبل المزارعين الأوروبيين الغاضبين. وفي الآونة الأخيرة، احتج المزارعون الإسبان على زيادة استيراد المنتجات المغربية، متهمين المنتجين المغاربة للفراولة بأن منتجاتهم تحمل التهاب الكبد الوبائي، وهو الادعاء الذي أثار جدلا واسع النطاق. لمواجهة الاتهامات من المزارعين الإسبان، رد المغرب بشدة، واصفا المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة وتضر بسمعة منتجاته الزراعية. ونددت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية بالهجوم الموجه تحديدا للمس بسمعة جودة الفواكه والخضر المغربية أثناء تقديمه شكوى أمام المحكمة التجارية الإسبانية. ورغم نفي وطمأنة الحكومة المغربية بهذا الشأن، لا تزال التوترات مستمرة بين البلدين. إلى جانب التوترات الحالية، حقق المغرب إنجازا كبيرا بتجاوز إسبانيا باعتباره ثاني أكبر مورد للطماطم إلى الاتحاد الأوروبي بعد هولندا. يعكس هذا الارتفاع الملحوظ استراتيجية المغرب الجريئة لتعزيز مكانته في السوق الأوروبية رغم التحديات المرتبطة بالجفاف. لم ينجح المغرب فقط في زيادة حصته في السوق، بل تمكن من رفع إيراداته المالية بفضل صادراته من الطماطم إلى الاتحاد الأوروبي. لا تزال المنافسة الشرسة في السوق الزراعية الأوروبية تثير التوتر والجدل، حيث يكافح المزارعون المحليون لحماية مصالحهم في مواجهة المنافسة الأجنبية المتزايدة. وتعكس الاتهامات باستيراد منتجات غير آمنة واحتجاجات المزارعين التحديات المتزايدة التي تواجه الزراعة الأوروبية. وفي هذا السياق، يظهر المغرب كلاعب رئيسي، سواء كمورد للطماطم أو كهدف لاحتجاجات المزارعين الإسبان. مستقبل السوق الزراعي الأوروبي لا يزال غامضا، مع وجود تحديات اقتصادية وسياسية رئيسية على المحك.